كيفاش تحول الحكم ديال 10 شهور اللي خرجته المحكمه الابتدائيه في جديده في القضيه ديال واحد ستريمر مشهور في المغرب الغرامه ديال 15 مليون. هادشي اللي غادي نكتشفوا اليوم في فيديو بموضوع العقوبات البديله في المغرب. من بعد ما تم الاعتقال ديال واحد ستريمر مشهور في المغرب بسبب محتوى رقمي اللي تعتبر بانه مخالف للقانون، اللي كان فيه التشهير، السب والقذف، نشر وقائع كاذبه، تحريض على التمييز، نشر صور واقوال بدون اذن، الاساءه للدين، استهلاك المخدرات والدخول للملعب بالتدليس. حكمت المحكمه الابتدائيه على المتهم ب10 شهور ديال الحبس النافذ وغرامه ديال 20,000 درهم. وهنا غادي تبدا القصه اللي كيدور عليها الفيديو ديال اليوم. فهنا المحكمه غادي تقرر انها تعوض ديك العقوبه السجنيه ب 900 ساعه ديال العمل لفائده المصلحه العامه، بالاضافه ل 500 درهم غرامه على كل يوم، وفي حاله ما التزمش المتهم بهذه العقوبه اللي تعطات له كتعويض على الحكم الابتدائي الاول فغادي يرجع للحبس. فغادي يكون كيدور لك في دماغك السؤال ديال شنو هي هاد الاعمال لفائده المنفعه العامه، وانا غادي نشرحهم لك دابا. فاولا هادشي ما كيتعتبرش واحد الخلاص اللي ساهل او لا تسامح مع الجريمه، وانما كيتعتبر واحد العمل اللي اجباري ما غاديش تخلص عليه وكتكون مراقب من طرف الدوله. ومن بعض الامثله ديال العمل لفائده المنفعه العامه كنلقاو مثلا تنظيف ديال الشوارع الفضاءات العموميه، الخدمه في دور العجزه او المراكز الاجتماعيه، وفي حاله ما كان غياب او لا تهاون في الاداء ديال هذه الاعمال هذه فراه اوتوماتيكمون كتلغى ديك الحكم البديل والمتهم غادي يرجع للحبس. وبهذا فإن العقوبات البديلة في المغرب كتعتبر جزء من سياسة جنائية اللي جديدة. الهدف ديالها هو التقليص من الاكتظاظ اللي كاين في السجون، أننا نصلحوا المتهم في بلاصة ما ندمروا له المستقبل ديالو، وأن ديك المتهم يتعلم يتحمل المسؤولية الاجتماعية. فبطبيعة الحال ماشي كاع الجرائم كتستافد من العقوبات البديلة، كاينين استثناءات ما غاديش نقولهم لكم في الفيديو لانهم كيتعتبروا ضد السياسات ديال السوشيال ميديا، يقدر الفيديو يتحيد، ولكن غادي نخليهم لكم في اول كومونتير. ولكن الخلاصه بان العقوبات البديله كيمكن لها تطبق في الجنح وماشي في الجنايات. وهنا القضاء كيصيفط واحد الميساج اللي ديريكت وباين بان الخطا يقدر يتصلح، ولكن الجرائم اللي كتكون كبيره فراه عقوبتها هي السجن. فشنو هو الراي ديالكم في العقوبات البديله؟ ونبغي نعرف واش نتوما ضدها او لا معاها.